يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، انت كل يوم على السهريه دي؟ تعالى يا عم اكس. كل يوم على الله الاقيه بيصلي هنا وهو بيأخرنا على الشغل بسبب كده. طب اصبر يا عم عشان حرام، عشان الراجل ده بيصلي ما ينفعش نكلمه وهو بيصلي. استنى ما يخلص صلاه. خلصت صلاه يا حبيبي؟ خد اقول لك. نعم يا عم، امرني في ايه؟ وانت ما تعرفش يا حبيبي ان ممنوع الصلاه قدام البيت هنا؟ ليه ما تروحش تصلي في جامع ولا تصلي في بيتكم؟ معلش يا عم، انا ما عنديش بيت والجامع انا ما بلحقوش، عشان كده باجي اصلي هنا. يا حرام، تصدق صعبت عليا. المهم اخر واول مره تيجي تصلي هنا، ماشي؟ خد بعضك يلا وامشي. لا يا عم اكس، هو انت هتسيبه يمشي؟ مش هيمشي من هنا، وعقابا ليك التليفون ده مش هتاخده. يا جدع حرام عليك، اقول لك على حاجه، انا ماليش دعوه، شوف انت هتعمل معاه ايه وبسابيني على توكل على الله، خليك غلبان كده على طول. حرام عليك يا عم، خلاص مش هصلي هنا تاني. تصلي هنا تاني ما تصليش هنا تاني، التليفون ده خلاص بقى بتاعي. يلا يا حبيبي توكل من هنا. ربنا على المفتار يا رب. خلاص يا عفروت يا اخويا، انا تعبت، انا هبطل. عارف ليه؟ لان تعبي بقى بيروح على الفاضي. الناس اللي كانت بتشجعني انا وجعفر خلاص نسيونا. يعني في الاخر مزيكا بقى رز بلبن، يقعد في بيتهم احسن من كتر ما هو مبقاش يتقدر. فانا تعبت. انت اتجننت يا مزيكا؟ بعد كل دوت عايز تسيب كل الناس اللي بيحبوك وتاخد بعضك وتمشي؟ امشي؟ اقول لك على حاجه يا عفروتو، انا هسيبك انت كمان وهمشي. استنى يا عم مزيكا، اتسيبني وماشي. ويا رب، عشان انا غلبان وماليش ظهر يسندني، ولا ام ولا اب ولا اخت. الناس كلها بتفتري عليا وبتعمل معايا كده. ربنا على المفتار يا رب. يوه بس بقى يا عم عفروتو ما تخنقنيش. ايه ده؟ انت مين يا اسطى وايه اللي جابك هنا؟ بص يا عم، انا واحد ما عنديش بيت ولا عندي اهل. انا كنت بصلي قدام عمارة عادي زي الناس. في ناس جم افتروا عليا، خدوا مني التليفون بتاعي اللي انا كنت بتكلم بيه مع كل الناس. طب وانت خدوا منك التليفون منك لنفسك كده ولا عملت حاجه؟ لا ما عملتش حاجة يا عم، انا ولا اعرف انا مين ولا اعرف حد ولا اعرف قرايب حتى. امال ليه خدوا منك التليفون؟ ايه السبب؟ عشان انا كنت بصلي قدام العمارة وهم اتضايقوا مني. بتصلي؟ يعني خدوا منك التليفون عشان بتصلي؟ ما تقلقش، اعتبرني بقى زي اخوك مزيكا، انا مبطل. بس ان شاء الله لما اروح اعمل معاك الخير ده هرجع تاني وهتقدر. بقول لك ايه، انا من النهارده انت زي اخويا. انت عندك بيت؟ لا ما عنديش بيت. يا عم هتقعد معايا في البيت على طول كانك زي اخويا بالظبط، ماشي؟ امسك يا عم المصليه بتاعتك وتعالى وريني الناس دي وانا هجيب لك حقك. يا ابني ما تخلص يا ابني، احنا ورانا شغل ومتاخرين. لا شغله ولا مشغله، هو اليوم كده اتضرب، هنروح نبيع التليفون دوت وبفلوسه نقضي بيه اليوم. يا عم شوف بقى انت عايز تعمل ايه وانت حر، انت وجعت دماغك. انا هقول لك هيعمل ايه. هم دول ما تقلقش يا سكران. لازم العمل يكون عمل ربنا، لان اللي انت عملته دوت اكبر غلط يا اكس. هو ده بقى اللي انا بكلمك فيه، ان الاستاذ مزيكا هيجي لي عشان يجي ياخد التليفون اللي انت خدته من الواد، عشان بيقول لك انا بعمل خير. مزيكا خلاص مات، انا عارف ان هو كده كده هينط لي. مش مهم مت ولا ما متش، المهم انا جاي اشهدك شهاده. انتوا ازاي جالكوا قلب واحد ملوش بيت وشغال ومن شغل للشارع ومن الشارع للشغل، كان بيصلي قدام باب العماره، ازاي يجيلكوا قلب تقولوا له امشي وهو بيصلي؟ وانا ذنبي ايه يا اخويا ان انا كل يوم وانا نازل اتاخر بسببه ويتخصمني في الشغل بسبب صلاته قدام البيت؟ شغل؟ هات لي كلمه اهم من الصلاه في الدنيا وانا يا عم اتقدم لك باللي انت عايزه. هات لي حاجه اهم من الصلاه في الدنيا وانا اتقدم لك باللي انت عايزه. اهم حاجه في الدنيا هي الصلاه، لان الصلاه دي عباده لربنا. اللي انت ما تعرفوش ان انا جاي افوقكم لحاجه زي كده عشان خاطر انتوا يبقى عندكم علم ان حرام تيجوا عليه. بقول لك ايه، خلاص بقى سنين انت دار. بقول لك ايه، ما تجريش في جو الصعبانيات، امسك التليفون اهو، بس مقابل حاجه واحده. الناس دي لو كتبت لك في الكومنتات انت صح يا مزيكا، انا اخر واول مره هعمل كده وهسيب الواد كل يوم يصلي قدام البيت. بس كده؟ بس كده. انا هثبت لكم دلوقتي ان انا كلامي صح، والناس دي اللي هتقول لكم بشنب. تعالى قابلني. لو انتوا واثقين ومتاكدين ان انا كلامي صح 100%، اكتبوا لهم مزيكا صح في الكومنتات. لو انتوا مش شايفين ان مزيكا صح اقلبوا الفيديو ما تكتبوش اي حاجه خالص. بس انا واثق في ربنا ثم فيكم ان انا كلامي صح.